بالمغرب قبل أن يعدل من موقفه ويهرول نحو أسياده للركوب على نضالاتها والتي أوصلته إلى الحكومة. بعد تولي هذا الأخير مقاليد الحكم وانسحاب جماعة العدل والإحسان من الحراك لأسباب لا يعرف إلا قادة هذا التنظير، بدأت الردة فأصبح القمع والاعتقالات من طقوس اليومية في المغرب، والذي لم يستثنى منه أي أحد تجرأ عن التعبير على مطلب ما. أصبحت مع الحريات العامة تعرف انتكاسات حقيقية، منع وقمع احتجاجات، وأبرز مثال ما تعرض له سكان دوار شليحات من تنكيل وقمع والقمع. تستمر تداعيته إلى يومنا هذا عبر تدفيق التهم للمواطنين وجريم المحاكمات مخدومة. القنبوعي آخر ضحاياه وهو أبرز